بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب. اللهم صل على النبي. معايا حوالي كيلو ونص دقيق قمح او دقيق غلة، يعني زي ما بتسموه بقى، احنا بنقول دقيق غلة، في ناس بقى مش عارفة دقيق غلة، فبنقول لكم دقيق قمح. كيلو ونص معايا، هو بالنظر كده حوالي كيلو ونص. اللهم صل على النبي. معايا كمان كيلو دقيق الاصيل، اللي هو الكيس المغلف دوت. كده بقى انا خلطت الدقيق على بعضه وقلبته بقى الدقيق كده في بعض. وزي ما انتم شايفين حطيت مج سكر ودوت سمسم منقياه ومحمصاه وحطيته برضو عليه. وديت شويه من الخميره، بجيب الخميره اللي هي البواقي الكبيره، اللي هو الكيس نص كيلو، بعبيه كده في البرطمانات وبعينه في الفريزر. ما بجيبش البواقي الصغيره، الكيس مش فيه حاجه يعني. فالمهم، حطينا كده خميره ومج سكر. اللهم صل على النبي. وبحط كيس بيكنج باودر وورقتين من اللي هما الفانيليا دول. فهحتاج كمان كيس باودر هجيبه. وحطينا بقى الخميرة وشوية ملح بسيطين وخلاص، على كده سنة ملح صغيرة، يعني حوالي معلقة شاي أو أقل كده، يعني مش ملانة أوي، على 2 كيلو ونص دقيق. كده بقى قلبنا المواد الجافة كلها على بعضها، السمسم والسكر والملح والخميرة والبيكنج باودر والظرفين اللي هما الفانيليا، وخلاص على كده. بعد كده بقى هنحط الدقيق على بعض الحاجة دي كلها في الطبق اللي قدامي دوت، وهنعجن بقى. هنحط الأول زيت على سمنة عشان نبس الأول الدقيق، وبعد كده بقى نعجن باللبن. معايا كيلو لبن بقري، سخنته كده على النار، يعني فك بس معايا، يعني مش غليته ولا سخنته، أو هو ده بيفك بس عشان الجو يعني سقع وكده، خليته دفى كده شوية. أنا كنت مطلعاه على بيات، فهو فاكك معايا وكل حاجة، عرفه في التلاجة، بس برضو دفيته يعني. جبت بقى حوالي كوباية سمنة كانت عندي كده في التلاجة، برضو فكيتها على النار، كانت مجمدة. ودلقتها بقى مع شوية الزيت دول، يعني الزيت على السمنة حوالي نص كيلو على 2 كيلو ونص دقيق. معقول عشان ما تبقاش زيتتها كتيرة وكده يعني. ومعايا بقى كيلو اللبن دوت هنعجن بيه. احتاجت حوالي مج مية. بعد ما خلصت اللبن جبت بس المج المية جنب مني كده، بقيت اظبط منه العجينة وخلاص على كده. يعني الكيلو اللبن عجن معايا ال2 كيلو ونص دقيق، ما احتاجتش الا مج واحد مية، ومش كملته كمان والله. بقيت اظبط منه كده العجينة لغاية ما اتمسكت معايا وبقت حلو. قلنا نغير بقى كده النهاردة من الأكل والروتين، ونعمل قرصتين مع بعض كده النهاردة. حبايبي تسلمولي، وبحبكم في الله، وبشكركم من الأرض للسما والله. بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيشاهدوا لي الفيديوهات وبحط لي اللايكات وبيخشوا يشتركوا هدايا يعني بشكركم والله العظيم، ما انا عارفه اقول لكم ايه. تسلموا لي وعلى راسي والله. حبايبي واخواتي واعز اخوات في الدنيا، تسلموا يا رب من كل شر. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. هنا بقى كده بقى ايه، بعجن. فانا هفصل الكاميرا بقى لو هقعد على الارض عشان اعرف ايه. عشان اعرف ايه اعجن العجينه كويس، عشان وانا واقفه كده مش متحكمه في العجين. هنا بقى كنت عجنتها وخلصت اهوت، وسبتها بقى لما خمرت. سبتها حوالي ساعه وشويه كده على ما خلصت يعني اللي ورايا، وقعدت بقى ايه بططتها بقى. بس كده سبتها الرخامه في المطبخ، عشان المطبخ طبعا بيبقى دافي، الفرن والع، البوتاجاز والع، فبيبقى المطبخ دافي يعني. هنا بقى جبت العدة بتاعت الشغل كده، نصبت النصبة بتاعتي الطبلية، وجبت العجين، وكنت مقطعة هنا شوية من العجين، وكنت مبططة كمان الحبة اللي قدامي دول. يعني ما فتحتش الكاميرا الا في الاخر خالص وانا مقربة اخلص. هنا بقى جبت اهوت، كنت مقطعة، وقعدت بقى ايه بجيب الشوكة معايا كده، اي شوكة عندك صغيرة كبيرة بتغرزي بها كده العجينة عشان ما تقبش معاكي وانت بتسويها. القرصة اللي بتقب كده ما بتبقاش حلو، تخرمها كده بالشوكة ما بتقبش بقى. انا مش عارفة بقى، قبل نظيرة قاعدة بتشرح بتقول ايه، والله ما فاكرة كنت بقول ايه. يلا يا حبيبي، واحنا كده قلنا نغير النهارده، ويوم كده ويوم كده، والدنيا هي بتمشي. يلا الحمد لله، ربنا يرزق الناس كلها جميعا يا رب، اللهم امين. هنا بقى كنت بقول لكم اني خلصت الكميه كده وانا قاعده لوحدي، وبعد كده بقى قمت فتحت الكاميرا. لاني كنت قاعده مشغله التليفون وكنت. لا يا رب، ده انا كنت فاتحه قبل كده، قبل ما افتح الفيديو، كنت عامله لايف، يعني كنت فاتحه بس.
مباشر، وكنت قاعدة بقى بوضب في القرص وانا فاتحة البث. فاللهم صل على النبي بقى، قمت مخلصة اللايف وقمت فاتحة الكاميرا بقى وكملت الفيديو. يعني ضربت عصفورين بحجر، فتحت لايف وانا شغالة في القرص وبعد كده بقى خلصت وقمت مكملة الفيديو بتاعي. يلا يا حبايبي، الناس هتعمل ايه؟ ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، اللهم امين. الحمد لله والشكر ليك يا رب. هي كمية القرص اللي قدامي دي مش عايزة تخلص ولا ايه؟ الأنبوبة اللي على الفرن عندي فاضية، فسويت بقى على الفرن الغاز اللي جوه في المطبخ، الفرن يعني البوتاجاز. والله سواهم وكان زي العسل. بس الواحد بيستسهل بقى، الفرن الغاز بيبقى أسرع شوية. بس يلا بقى هنعمل ايه، الموجود اهو بيمشي بقى. هنا بقى كنت خلصت كده. لا إله إلا الله. كده بقى بقول لكم ده اللي انا بططت، ولسه معايا شويه عملتهم وكده بقى. كنت سويت، كنا بالليل بقى، كنا في الوقت دوت حوالي الساعه 7 بالليل او 7:30 كده كنت بسوي. يلا يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد على خير ومع الف سلامه. قولوا لي ايه رايكم بقى في القرص، حاجه كده زي العسل. ناس تقوم تفطر الصبح بقرصه وكوبايه شاي ولا حاجه كده. حبايبي بحبكم في الله ومع الف سلامه.